السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحيه لكم. فيديو جديد راح تشوفوها لي كيستيون، راح نجاوبكم على لي كيستيون اللي الناس راهي لايف ديريكت اللي الناس تسقسيني عليهم. ليسونسيال راح نبداو نكونوا خفاف شويه. قالت لك هذه: السلام عليكم خويا، كيف نتجنب بروز البطن وتنحي فيها بالليزر؟ شوفي الاخت، كونسي نعطيه لك انايا شخصيا، تسمى بعيد عن الرياضه. اي حاجه بالليزر ولا شفط الدهون يعني راح تقتلي الخلايا تاع الجسم تاعك. يعني الا كنت انت راح ديري ليزر في منطقه البطن، ولا راح ديري شفط دهون، ولا الخلايا اللي خلقهم لك ربي راح كيما نقول حنا ينقاسوا، فهمتي؟ تسمى غدوه من الغدوه راح يصالك بروبليم في الكور تاعك. انا واش نكونساي نعطيهولك؟ انا كيما يديروا كاع الناس، ديري حميه غذائيه، دخلي لاصال دو سبور. سورتو الا كان الجسم تاعك يعني ماشي تاع تستهل لي ديري في شفط الدهون ولا لايزر ولا ايفيتيه. علاه؟ تربحي صحتك، باسكو ما يخفالكش الاعراض تاعو مستقبلا راح يبانوا. ما نكونسيكش به. انا هذا هو الكونسيي نعطيك. انا احسن ليك تعطيه بالصاله مده معليش طويله، بصح راح تلقاي فايده وتجيبي جسم ما شاء الله. شوفوا هذا، قال لك هذا خويا والكوتش ربي يحفظك صحه. ندخلوا عند هدايا. قال لي امين انا ندير كروسفيت ونقسم ونقص 16 كيلوغرام. حبيت من رمضان نبدا الحديد، واش رايك نزيد نفورسي في رمضان ولا حبه حبه؟ شوف خويا العزيز، انا كونساي نعطيه لك. 16 كيلوغرام راه ما شاء الله، راه نحيت وزن كبير. الكونساي راح نعطيه لك خويا العزيز وشنو هو؟ انك تكمل في الريتم هذايا. سي الا كان عندك ارهاق دخل لي فيتامين سي، زنك، اوميغا 3، ميثي فيتامين، مغنيسيوم، هادو لازم. وكمل في الريتم هذا، بصح كي يجي رمضان هبط الريتم تاعك. هذا هو الكونساي نعطيه لك. نهضروا على الدوزيام. جاوبنا فيديو، راح نجاوبك فيديو. واش هي الامور اللي تساعد على استشفاء العضلي بعد التدريب؟ الامور اللي دير استشفاء عضلي بعد التدريب وتعاونك هي الاحماض الامينيه كيما الاو ا. احسن حاجه هو بعد التدريب هي الاو ا، وتقدر تميكسيها مع لاكرياتين احسن بعد التدريب. هذه هي الانسان اللي يكون اماتور يعني. شحال من يوم نقعدوا، شحال من يوم يقعدوا التشنجات باش يروحوا؟ كل جسمه كيفاش. كيما انايا كي نخدم زعما ستريكت كيما نقولوا حنا في البرنامج التدريبي تاعي، يعني تاع لا جورني تاعي، كيما اليوم لي جومب يقدروا يقعدوا لي كورباتور حتى 3 ايام. يعني كل واحد و لاتونسيتي كيما نقولوا شده التدريب تاعك هو اللي يحكم. ما نقدروش نحكموا على واحد كيفاش. صح. قال لي هذا وقت المناسب لاستعمال الهرمونات. خويا العزيز، لو ما كاش وقت مناسب لاستعمال الهرمونات، يعني انا واش الا كنت في سايكل ولا سي احفظ الوقت اللي دير فيه الهرمونات. سي ما ديرهمش بك في الليل باسكو ما تقدرش ترقد، فهمتني؟ سي وقت راح ديرو اقعد في هذاك الوقت. يعني كنت ديرهم على 2 تاع العشيه اقعد 2 تاع العشيه، كنت ديرهم على الصباح ربي اقعد صباح ربي. وانا احسن حاجه كنت نديرها شخصيا، ومانيش نشجع على الهرمونات خاوتي، يعني نجاوب كيما كنت تشوفوها في اللايف. يعني لايف حاجه اللي كنت نديرها انايا سي كنت نديرها بعد الكارديو تاعي تاع الصباح ربي. يعني انا جيكتي جويه 8 تاع الصباح احسن حاجه صح. قال لك هذا اخي حبيت نفتح صاله. هذه طفله. انا اخي حبيت نفتح صاله تاع النساء، واش هما الخطوات اللي نديرهم؟ بعتوني ليك بعت لك وما جاوبتنيش. سمحي لي اختي والله باك لي ميساج بجاف على بها ما جاوبتكش. شوفي الاخت، باش تفتحي صاله حاجه الاولانيه للنساء ما تسحقي عتاد كبير. يعني كنت للنساء يعني عتاد اللي يستحاجوه بزاف. سوتي الا كنت حديريها فيتناس، يعني الماتريال تاعك ماحش يكون كيما اللي يستعملوه الرجال ولا دور بزاف ولا لا وود كام. ولا تقدري تفتحي بصاله. نقدر نقول لك شوفي البيجي تاعك يكون 500 مليون هكا كي والو. هذه حاجه الاولانيه. حاجه الدوزيام لازم لك ديبلوم تجيبه من الاتحاديه ولا تكوني قاريه لي اس تي اس باش يمدوك لاغريمون باش تفتحي قاعه رياضيه. هذا هو لازم لك كيما نقول حنا الدبلوم. الا ما عندكش دبلوم ما تقدريش تفتحي قاعه رياضيه. باش يديروك لاغريمون يجوك لا بوليس يجوك لك الحمايه المدنيه كي فاهمه. هادو هما الخطوات. وصلت على النساء انا قلت لك ما تفوتش 500 400 مليون تحليها عادي ما شاء الله. وربي يوفقك اختي، وكاش ما يخصك رانا هنايا.
صالة سعر الاشتراك معك في التدريب. سعر الاشتراك تاعي في التدريب الا كان اونلاين سومه، ولا كان في القاعه سومه. يعني الا كان في اي بي مباشره في القاعه باينه حتزيد سومه باش نقعد معاك لي ريبيتيسيون، شد هادي خدم هادي. الا كنا اونلاين بسومه. وهاد الحاجه ما نقدرش نجاوبك عليها في فيديو خويا العزيز، باسكو كل واحد وكيفاش. خاطر كاين يطيح لنا انسان كيما نقولوا حنا ما عندوش دراهم زوالي نعطيو بروغرام يعني لوجه الله باك ما ندخلوش في تدريب شخصي. الا كاين واحد زعما نقولوا يحب يدرب معاك وهو ما يلحقش، نقدروا نديروا له دي روميز، فاهم خو؟ نديروا له روميز ولا نعاونوه كي عاد زوالي، فهمتني خو؟ بصح انا ما نقدرش ندير لك بري تاعي في فيديو هكا خويا العزيز. هذه هي. هذايا. حبيت نستعمل هرمونات على بالي عندك تجربه خويا العزيز، كاع نتعلموا، ما كاينش عنده تجربه في الهرمونات. في عمري 25 سنة الله يبارك، عندي 4 سنوات تدريب وحاب ندخل بطولات، خفت واش تنصحني؟ شوف خويا العزيز، نعطيك الكونساي اللي درتو انا. اذا حاب دير حاجه تاع بطولات ولا فورما، يعني اسمع لقلبك خو، ماشي راح نكزيجي عليك انا تدخل ولا دير هادي ولا دير هادي ولا دير هادي. بصح انا نعطيك كيما نقولوا حنايا رايي شخصي. شوف خويا العزيز، الا كنت واجد مليح لازم دراهم خويا العزيز، باسكو نقول لك على الانسان راح يدخل البطولات عباك ما يخفالكش انه الهرمونات راح تولي دير هرمونات، دير لي زاناليز. يعني عندك بوجي نقدر نقول لك تقدر تصرف في الشهر حتى 8 ملايين تسمى بالهرمونات والماكله تاعك، تقدر تطلع لك حتى الا كنت مبتدئ. هذا يعني الاولاني الكومبيتيسيون تاعك الاولانيه نقدر نقول لك تصرف نورمال 7 ملايين، باسكو لي كومبليمون ودوا ولي زاناليز في القبل وفي الوسط وبعد. تسمى لازم دراهم يكونوا هما الصح، فهمتني؟ تسمى واحد ما يحشيها لك يقول لك بدا ولصق هادي مع هادي وهادي وهادي، هنا راح تدخل روحك في حيط. تسمى باش انا نكونسييك الحاجه الاولانيه البقشيش هو الصح. حاجه الدوزيام يكونسييك بها كي تجيب البقشيش روح دير مدرب محترف، وهو راح يعاونك ويمد لك الطريقه وكيفاش دير وكل شيء. هذا هو الكونساي نعطيه لك هكا، وربي يوفقك خويا العزيز. واش رايك في امكا؟ بكل صراحه خويا العزيز، انا بكل صراحه نحكيها معاك يا خويا، دير هرمونات وما ديرش الامكا خويا العزيز. هادو ما لي صار مزومنا غير خديك منهم خويا. باسكو على الدراسات راهم جدد، والناس اللي تستعمل فيهم ما على بالكش الماده اللي فيها الداخل، وهما في السيت تاعهم روح تدخل للسيت تاعهم مع الاخر كان واش تلقى هذا المنتوج يباع لمخبر التحاليل الطبيه. يعني الناس اللي تدير على الحيوانات والفيران والقنين يبيعوه لهادوك، هما يديروا عليه تحاليل، فهمتني؟ يبيعوه لي لابو. علاه داروا هذا واسمو؟ داروه باش الا كاش ما واحد صرالو وكلا صارمز واش راح يصرالو؟ راح يقول لك ادخل للسيت وتشوف واش كاين. هذا يبيعوه راهو مازالوا في لي زيتود هكا خويا العزيز. انا كونسي نعطيه لك ابتعد عليه. وقت استعمال لاجياش، ها شوف هوني نقراها باش تفهموا. ها وقت استعمال لاجياش، الوقت لاستعمال لاجياش احسن وقت هو اجان صباح ربي. ومانيش نشد على الهرمونات خاوتي، راني نجاوب على اسئله باش يكون فيديو الناس كاع راح تستفاد في الفيديو هذا. وقت استعمال لاجياش اجان تنوض صباح ربي اجان تنجيكتيها في كرشك هاكا العزيز. واحسن حاجه دير كارديو بعد الكارديو تاعك 25 مينوت ولا 20 مينوت. الى عندك لاواي استعمل لاواي تاعك اشربها، ومن بعد كونسومي روبا تاعك. وحاجه واحده اخرى عندك تقدر تستعملها بعد التدريب لا سيونس تاع العشيه، ولا تقدر تستعملها قبل النوم. هذا هو الوقت. كان عندك زوج حوايج، هي تستعملها صباح اجان وتستعملها في الليل، ولا كاين اللي يستعملها صباح اجان ويستعملها بعد التدريب. انا كنت نستعملها الصباح كي نوض اجان ونستعملها في قبل النوم. انا نخدم كل يوم ما عنديش وقت نطيب، حصلت كيفاش ندير؟ ساكن وحدي، اعطيني طريقه ناجحه. سؤال بزاف شباب. ها شوف خويا العزيز، طريقه ناجحه وباش دير استمراريه في الرياضه هذه. شوف لازم طيب قيس كيما نتايا لازم طيب قيس اسبوع. يعني دير لي بواط بزاف، واحد كيما نقولوا 20 بواط تشريهم، وقسم الوجبات. اذا كنت تاكل 4 وجبات دير 4 وجبات تاعك. طيب قيس 5 ايام، فهمتني خويا العزيز؟ وجبهم حطهم في الفريجيدار، ومن بعد تيكون شنو النهار الاول وعندك 4 تاوعك سخن دي معاك السخن وكل. دوزيام نهار كيف كنلقاهم واجدين جبدهم من الفريجيدار سخن وكل. هذه هي الطريقه اللي تنجح فيها. وانا مع العلم في البريباراسيون كنت ندير هكا دائما، نطيب الرز الخضره نطيب غير 3 ايام باش ما نقعدش غير كل دقيقه نطيب. هذه هي الناس بزاف ما على بالهمش بها، والناس ما يخدموش بها باش تعلمك كاع تنحي التفنيين او ما عنديش واش ناكل ونطيب وكذا. طيب قيس 5 ايام
وجد لي بلا تاعك لي 4 روبا اللي عندك ولا 5 روبا ولا شحال عندك، طيب قيس 5 ايام. النهار الاول عندك واش تاكل، النهار الدوزيام جبد من الفريجيدار وسخن، طروازيام كيف كيف قبل ما يخلصوا لك لي روبا تاعك هادو من الخمسه ولا هاد الخمس ايام قبل كي تلحق نهار طروازيام والكاتريام عاود طبل طيب روبيلوط عاودها. هذه هي المستوى الدراسي تاعك. المستوى الدراسي تاعي هو كيما نقولوا حنايا بريمير اني سيونتيفيك في الليسي. هذه هي بريمير اني سيونتيفيك في الليسي، اولى ثانوي في الليسي، الحمد لله يا ربي. واش حاجات اللي ندمت عليهم؟ حاجات اللي ندمت عليهم خويا العزيز، شوف مديت ثقه للناس اللي ما يستاهلوش، والدوزيام قعدت في البلاد، ندمت اللي قعدت في البلاد. هذه هي كونسي نعطيه لكم. واش تنصحني في عمري 45 سنه الله يبارك، حاب ندير سبور، مع العلم عندي 2 دراري وعندي قولون عصبي والضغط، ربي يحفظك. شوفي الاخت 45 سنه ربي يطول عمرك ان شاء الله. شوفي الكونساي اللي نعطيه لك هو انك تدربي بطريقه صحيه، يعني 3 فوا بار سيمين، ديري السبت 3 الخميس، يعني دائما عندك الروبو بيناتهم، ولا الحد 3 الخميس، والشده تاعك ما تكونش عاليه، تقدري تدخلي لاصال ديري شويه كارديو، ديري تمارين مقاومه، كولي صحي، يعني نحي الخبز الكازوز هاد الصوالح نحيهم، ديري الملح دومي سال كيما نقولوا حنايا، شربي الماء بزاف، ايفيتي حاجه تاع الدهون، يعني حاجه تاع الدهون. والقولون العصبي سي نكونسييك ديري اشواغندا وديري مغنيسيوم ودخلي كاع لي فيتامين. هذا هو الكونسي نعطيه لك، يعني دخلي اشواغندا على ستريس، دخلي مغنيسيوم، فيتامين سي، اوميغا 3 والزنك، هادو دخليهم كامل في البرنامج التدريبي تاعك، البرنامج الغذائي تاعك راح يكون يعني كل شيء فيه، يعني خضره، كارب، بروتين، دهون صحيه. هذه هي اختي. والتدريب تاعك يكون 3 فوا بار سيمين يكفيك ما شاء الله على حسب السن تاعك، وربي يقدرك، ربي يحفظك كوتش، ربي يحفظك خويا وبارك الله فيك. شحال تدرب في الاسبوع ومده التدريب؟ حاليا راني ندرب 4 مرات في الاسبوع، مده التدريب تاعي ساعه ونص، يعني بالكارديو. ربي يحفظك، ما عندي ما نقول، ربي يحفظك بارك الله فيك. انا شفتك ناجح الله يبارك، والله ما نجحنا ما والو، انا غير السوشيال ميديا هذا يبين لك غير احنا ناجحين، ما انا ناجحين ما والو. النجاح هو كي تعبد ربي وراضيين عليك والديك وبعتهم للحاج، هذاك هو الصح اختي، فهمتي؟ هذا ماشي سهل باش تلحق التلفزيون، فيها معاناة وكواليس، اعطينا نصائح تخدم عليهم. شوفي اختي العزيزة، نصيحة نعطيها لك والله يا اختي، ماشي نصيحة على كل حال، ما تقدريش ديري بيا نصيحة. شوفي انا نصيحة نعطيها لك هي خدمي بنيتك بصراحتك، وما يكونش عندك كيما نقولوا حنا واش يقولوا له تصنع، كيما راني نحكي معكم دوكا حاليا. ها بعثتي لي راني نجاوب تكتب، ها عليك، ما عندكش تصنع، ها عليك، ما عندكش تصنع، ما عندكش تصنع، خدمي على روحك، ما تسقسي حتى واحد. حاجه اللي في قلبك ديريها، ما ديريش غير حاجه تاع حرام، يعني كما نقولوا حنايا عموما. وش نقول لك الفايده والحاصون انك تكون عندك استمراريه، يعني عندك مشكل ما عندكش مشكل، طحتي مشومره ما طحتيش مشومره، دائما تكملي في هذيك لالين راكي فيها، كيما انا رانا دوكا ملي بنيناها حتى نكملناها، وش يصرالنا مشاكل وش يكون رانا قاعدين والحمد لله يا ربي. هذه هي ليسونسيال خاوتي. راني جاوبتكم براسك على كيما نقولوا حنا كاع المكملات الغذائيه ولا كاع العفايس. دوك ندخلوا شويه حاجه شويه بروفيسيونال. قال لك هدايا ما هو احسن هرمون عندك؟ احسن هرمون عندي هو لاجياج، وما نشجعش عليه. وقت الكارديو المليح، وقت الكارديو المليح صباح اجا. واش تنصح النساء يديروا رياضه والمكملات الغذائيه واش ياكلوا؟ ننصح النساء الرياضه، عندك 3 خطرات في الاسبوع، وديري تمارين المقاومه، ومكملات الغذائيه استعملي كرياتين ولي فيتامين. هذا هو اللي ننصحك به. زيد، ما هو المكمل الاحسن عندي؟ المكمل الاحسن عندي هو اوميغا 3 من الاخر. الله يبارك، راجل محترم، عندك واحد القبول، كون غير كاين رجال كيما انت متواضع يحبوك. بارك الله فيك، ربي يحفظك، وتحيه ليك. واش نقول لك ان شاء الله كيما نقولوا حنايا ربي قابلنا غير بالناس الملاح والناس الخير والناس اللي تحبنا والناس اللي نحبوهم. بالنسبه لك شكون
الكوتش المليح في الجزائر من ناحيه البطولات؟ والله كاين بزاف اختي، والله كاين بزاف. راكي باينه انت راكي في الدومين. والله كاين بزاف يا اختي، كاين بزاف. وشوفي انا نشوف الكوتش اللي عنده بزاف، كيفاش يقولوا حنايا، الكوتش اللي عنده بزاف باش يقولوا الميداليات من الاخر. وكاين واحد في الجزائر باينه، هذا هو بلا ما نقيسو ولا نعمو، باينه كوتش وهبي هو لو داير حاله في الجزائر. هذه هي، وربي يقدرو وربي يوفقو. وشنو الهرمون اللي تخافوا وما درتوش بزاف في تحضيرات؟ شوف درت عامين ترامبولون، درت في البطوله تاع الاولانيه تاعي تاع تونس ام بي سي، وكانت كورونا ما رحتلهاش. درت ترامبولون 4 سيمان يعني هبلتني. ولا دوزيام تاعي تاع تونس كيف كيف درت ترامبولون 3 سيمان كيف كيف هبلتني. اخطر هرمون، اصمت هرمون ونكرهه كامل هو ترامبولون، يقلق. شحال كنت تصرف في شهر في البطولات كي كنت دير بطولات؟ كنت نصرف في الشهر 12 مليون نورمال عادي بالدواء تاعي بكلش هكاك يعني عموما. فيه مصروف. علاه دير المباشر غير مع الكوتش ياسين؟ ياك عندك صحابك في كامل الاجسام. شوف كوتش ياسين ربي يحفظو ونبلغ له تحيه تاعي، ندير معاه لي لايف ونخدمو كيف كيف. علاه باسكو انسان تاع مصداقيه، انسان تاع مواقف، انسان يحب تبادل الاراء، انسان يحب هو يخدم وما يحبش غير هو يبان. باش نعطيها لك من الاخر، باسكو كاين ناس خدمنا معاهم يحوسوا هما غير هم يبانوا حنا ما نبانوش. فهمتي فهمت خويا العزيز؟ على بها نخدم مع الكوتش ياسين، وتحيه ليه. وخاين كاع صحابي وحبابي، بصح هدايا يعني لقيت معاه كيما نقولوا راحتي. فهمتني خويا العزيز؟ باسكو كاين بزاف عيبات كنا نتعاملوا معاهم نطلعوا معاهم لي لايف يحبوا غير يبانوا، ونهار شاعت بهم ولاو يتكبروا. السيصه هذه هي، ما نطلع معايا حتى واحد هكا خويا. هذه يعني جاوبتك بكل صراحه. شحال في عمرك؟ في عمري 32 سنه. واش هي الاهداف تاعك الان كي كبرت وحبست البطولات؟ الاهداف تاعي الان كي حبست البطولات، الهدف تاعي اني ندير طريق ربي وربي ولادي ونفرح يما وبابا، يعني بعمره ولا بحجه. وهذا هو الاهداف تاعي، ما عندي حتى هدف. وكي نموت على حسن خاتمه، هذا هو الهدف تاعي الان، ما عندي حتى هدف. هل ندمت كي استعملت الهرمونات لمده 10 سنوات؟ واش خلاولك اضرار؟ ما ندمتش كي استعملت الهرمونات، باسكو هاد الحاجه يعني نحبها انا يعني. والاضرار بالك اللي خلاوهم لي، نقدر نقول لك الاول ضرر اللي خلاه لي اللي هو وليت ما نرقدش بكري. هذا هو الضرر اللي خلاه لي. وعندي خلالي تانيك العصبيه، مقلق بزاف يعني. نبان في اللايف هكا بصح فوق كالم، يعني واحد يكون ينشعني شويه ولا فاس قبل نضربو. خلاو لي هذا هو اللي زيفي اللي خلاهم لي. واش جديد في اعمال تلفزيونيه؟ كاين جديد ان شاء الله، ما نقدرش نقول لك خويا العزيز، مي كاين اعمال تلفزيونيه جديده ان شاء الله باذن الله تعالى. والا صح لنا الشرف نخدموا فيهم. هذه هي كل شيء يعني ماهوش باين، ما نقدرش نحكي لك عليه. هذه هي خويا، وتحيه لكم وربي يحفظكم. واش نقول لكم خاوتي؟ نزيد نكمل لكم واحد هذا بعثوا لي 2 مرات. هل انت مع المنشطات ولا ضد المنشطات؟ شوف انا ماني مع المنشطات، ماني ضد المنشطات. الانسان اللي يكون اماتور، يعني انا نكونسيك ما ديرش هرمونات، بصح انسان طالع على المنصه غير دير الهرمونات. بلا هرمونات ما حتبان والو، تبان قط من الاخر. هذا هو اللي نلحقها لك كيما نقولوا حنايا بهضره لي واحد ما يحشيها لك. هكا خوتي، المهم تهلاو في رواحكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وجاوبت براسك على الاسئله كامل، راكم تشوفوها لي كيستيون كامل هادوما. هكا خوتي، تهلاو في رواحتكم وربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بيس.